لو مهتمة تعرفي أكتر عن الصفرة الفيديو ده ليك. في 4 أنواع للصفرة، فيهم الطبيعي وفيهم اللي تقلقي منه. أول نوع الصفرة الفسيولوجية، ودي بتحصل بعد أول يومين أو 4 أيام، وبتحصل في 6 من أصل 10 أطفال، ودي مفيش منها قلق، وفي الأغلب بقى بتروح مع الرضاعة الطبيعي خلال كده أسبوعين مثلا، وفي حالات قليلة ممكن نحتاج حضانة. تاني نوع بقى الصفرة اللبنية، ودي بتحصل من بعد 5 يوم كده لأسبوع، ممكن تقعد لغاية شهرين مثلا، وعلاجها على فكرة مش إننا نوقف الرضاعة الطبيعي، ده احنا مكملين. تالت نوع بقى وهي الصفرة المرضية، وممكن تحصل من أول 24 ساعة من الولادة، وبتكون بسبب مشكلة في الكبد أو القنوات الصفراوية أو عدوى بكتيرية أو فيروسية، ودي طبعا هتحتاج حضانة عشان نعالج السبب. رابع نوع بقى الصفرة التكسيرية، ودي بتحصل لما فصيلة الأم تكون O أو RH سالب، ودي بتحصل فيها تكسير في كرات الدم الحمراء، وبتحصل في أول يومين من الولادة، وعلاجها فوتو مكثف، وساعات برضو بنحتاج نقل دم. ضروري تتابع الصفرة من أول يوم، أو لما تلاقي صفرة كده على الجلد أو العين أو في فقدان شهية، وما تقلقيش منها، في علاج للحاجات البسيطة، مش لازم يتحجز في حضانة، ممكن نستخدم جهاز الكبسولة، ودي حضانة بس لمدة كده 4-5 ساعات، وبيروح معاكي مش هيبات فيها، وفي جهاز محمول ممكن تاخديه معاكي البيت. تبين لنا بقى تجربتك مع ابنك في الصفرة.